السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى النهارده نعمل اكلة حلوة قوي. انا تقريبا اول مرة اعملها معاكم على القناة، بس انا عملتها قبل كده كذا مرة. بوريكم هنا معايا فلفل اسمر، ومعايا كزبرة ناشفة، معايا كمون، ومعايا معلقة كبيرة من معلقتين من مرقة الدجاج، وكمان معايا معلقة كبيرة من السبع بهارات، ومعلقة من البابريكا. معايا هنا في البولة دي كوباية من اللبن، هحط عليها معلقة صغيرة قوي او كام نقطة كده من الصويا صوص، وهحط كمان باربيكيو صوص. هحط برضو معلقة بسيطة، معلقة صغيرة من معلقة الشاي ومش مليانة. احنا هنعمل تتبيلة للفراخ الكنتاكي او الفراخ المقرمشة، هنعملها بتتبيلة حلوة قوي وبطريقة حلوة، وكمان هنعمل معاها حاجة اول مرة انا اعملها، فهجربها معاكم وان شاء الله تطلع حلو. فتابعوني لاخر الفيديو علشان تعرفوا انا هعمل ايه. طبعا فاكرين الفراخ ديت اللي انا كنت مقطعاها قبل معاكم قبل كده. هنزل هنا باللبن، هنزل بالبهارات على اللبن سوري، وهحط كمان رشه من الملح، واخلي بالي علشان ما احدقهاش، ونخلي بالنا ان احنا حاطين معلقتين من بودره مرق الدجاج. الفراخ ديت اللي انا كنت مقطعاها الوراك اللي كانت كبيره، وكنت قطعتها معاكم قبل كده، اخدت منها جزء عملته طبيخ، وده الجزء التاني انا كنت حطيته في الفريزر وقلت لكم ان احنا هنعمل بيه اكله تانية. حطيت كمان معلقه من زيت الزيتون، هاخد كمان عصره ليمونه، نص الليمونه، وكمان انا كنت حطيت معلقه خل صغيره. تمام كده. هقول لكم تاني البهارات اللي احنا استعملناها. انا هنا جبت كوبايه لبن، عصرت عليها نص ليمونه، معلقه زيت زيتون، معلقه صغيره خل، معلقه صغيره صويا صوص، معلقه صغيره باربيكيو صوص، ومعلقه. والبهارات دي بقى حطيت ملح وفلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، بابريكا، 7 بهارات، ومعلقتين من بودرة مرقة الدجاج. همسك الفراخ او الوراك بتاعتي، القطع بتاعتي هقطعها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. انا الورك كنت قسمها على 3. هبدأ اديها نغزات بالسكينة كده، اخلي السكينة توصل لحد العظم، فتحات كده. تمام، دي علشان تستوي معانا، عشان الزيت كمان التتبيلة تدخل جواها واحنا بنقليها، الزيت يسويها كويس. اهو زي ما انتم شايفين كده. لو لقيت قطعة كبيرة بقطعها لنصين. هبدأ بقى اقلب الفراخ دي في التتبيلة كويس جدا. انا كنت متبلاها من قبلها بيوم، يعني انا تبلتها بالليل واشتغلت بيها تاني يوم اخر النهار، لان اليوم دوت هو نفس اليوم اللي عملت فيه الروتين وتنظيف الشقة والمطبخ، فاتأخرت، اللي هو كان يوم الجمعة امبارح. فاتأخرت على ما عملت الغدا، فاخدت وقت في التلاجة. طبعا معلقة الخل ومعلقة الزيت بيطروا الفراخ وبيفتحوا الأنسجة. ماشي تعالي اقفل الباب. طب روحي يلا. باي. تمام. ده حالي بقى وانا قاعده بسجل فيديو. اقفل الباب تعيط، افتح الباب لا باي. بصوا بقى، انا دخلت التتبيله ما بين حتت الفراخ كده، وما بين الجلد واللحم والفتحات اللي انا عملتها، بقيت احط التتبيله جواها واوصل التتبيله لكل حته في الفراخ زي ما انتوا شايفين. هغطيها، هقفلها كده بكيس بلاستيك بقى وبستريتش راب. انا كان عنديش، ما عنديش الاستريتش راب البلاستيك، هغطيها في كيس بلاستيك وهدخلها التلاجة. هنا بقى كنا تاني يوم، وهبدأ اعمل في الغدا. جبت حلة على النار زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليها حطيت فيها شوية زيت، وحطيت مكعب من الزبدة. هنبدأ بقى نعمل رز الريزو. انا هنا كنت بجيب الزبدة. طب تعالي اقعدي معايا. طب تعالي. انا هنا كنت بضرب بصلايه، بقطعها في الكبه، يعني بضربها كده في الكبه، او بقطعها، ممكن نقطعها على ايدينا مكعبات صغيره، يعني مش رفيعه قوي ومش كبيره.
تمام. هنزل بيها كده على الزيت والسمنه. انا عايزه بس يعني ان البصلايه دي تدبل معايا كده وتديني اللون الاصفر الشفاف، يعني مش عايزاها احمرها ومش عايزاها تاخد لون غامق شويه. تمام كده. هبدأ بقى اقلب في البصلايه. بصوا بوريكم ان ده اللون اللي انا عايزاه. في المرحله دي هجيب معلقتين كبار من الكركم، وده اختياري ممكن تحطيه او لا، بس هو بيدي اللون الاصفر الحلو للرز. تمام. هنزل كمان بفلفل اسود، رشه بسيطه كده من الفلفل الاسود، وهحط كمان معلقتين من بودره مرقه الدجاج. لو ما فيش اللي هي البودر زي اللي عندي نحط مكعبات دي، ناخد مكعبين. هنا انا لقيت ان اللون هيبقى فاتح شويه فزودت كمان معلقه من الكركم، يعني هنا انا حطيت 3 معالق كبار كركم. تمام. هقلبهم بقى تقلبتين كده لحد ما ريحه البهارات دي تطلع. وهنزل رز ابيض مصري عادي، انا كنت غسلاه ومصفياه. هبدا بقى انزل بالرز كده. هبدا بقى اشوح في الرز واقلبه كويس جدا، يعني لحد ما ينشف معايا كده ويطشطش ويتشرب الزيت، يتشرب كده ويتغلف من الزيت والسمنه اللي انا حاطاه، ويبقى الرز معايا جاهز. فانا هعمل ايه؟ هقلبه تقلبتين وههدي عليه النار خالص. هسيبه على نار هاديه وهروح بقى اشوف هعمل ايه لحد ما يتشوح معايا كويس. هنا بقى هاجي هبدا احضر الصوص بتاع رز الريزو او صوص الريزو. معايا 5 معالق كبار من الكاتشب، 5 معالق كبار من الكاتشب. طبعا كمية الصوص بتقلليها او بتزوديها على حسب الرز اللي عندك، لان انا هاخد منه كمية يعني حوالي التلتين هحطهم على الرز وهو بيستوي، والتلت التاني هخليه يترش على الوش كده نزين بيه الوش. تمام. هبدأ احط عليهم معلقتين من الصويا صوص. هنا لقيت الكاتشب قليل فزودت شوية كمان. هما كده 5 معالق كبار مليانين قوي. هحط معلقتين من الصويا صوص، وهحط كمان معلقتين من الباربيكيو صوص كده الصويا صوص. والصويا صوص دي كانت غامقة. الخلطة الأساسية أو الوصفة الأساسية فيها اللهم صل على النبي، فيها الهوت صوص، بس أنا ما كانش عندي فاستبدلته بالشطة الناعمة، الشطة الحمراء اللي هي عندنا في المطبخ، لأن أنا ما كانش عندي هوت صوص. تمام. ادي كمان معلقتين من الباربيكيو صوص. كده انا حطيت 5 معالق كبار من الكاتشب، عليهم معلقتين صويا صوص، عليهم معلقتين باربيكيو صوص. حطيت كمان معلقتين من العسل الاسود. مفيش عسل اسود يبقى هنستعمل عسل ابيض عادي، عسل النحل موجود عندي الاتنين. هاخد معلقه من ده ومعلقه من ده، واقلب بقى الخليط ده كويس جدا، هخلطهم كويس قوي قوي مع بعض. ادي الشطه كمان زي ما قلت لكم كده. ابدا بقى بالمعلقه، بشوكه، بالمضرب اللي هو اليدوي دوت، المضرب السلك. كله شغال يعني الحمد لله، اي حاجه هتنفع. هرجع بقى للرز، هركن الصوص ده على جنب وهرجع للرز. الرز هنا كان اتشرب معايا خالص، بس خلاص معلش. بصوا كان خلاص اتشوح كويس جدا. هنزل عليه بتلتين الكميه زي ما قلت لكم من الصوص، ودي اللي بتدينا بقى، هو ده الصوص بتاع الريزو، ده اللي بيدينا الطعم الريزو. هبدأ بقى ازود الرز. الغلطة بقى اللي انا وقعت فيها هنا ان المفروض الرز بتاع الريزو دوت بنحط مقدار المية اقل من المقدار العادي بتاع كل مرة. يعني لو احنا بنعمل رز عادي هنزود بكوبايتين ونص مية، لا الريزو هنزود كوبايتين. هنا بقى انا حطيت المقدار الطبيعي بتاع المية، يعني انا زودت المقدار الطبيعي، هو طلع مستوي شوية زيادة. بصوا المية بتاعته طلعت زيادة شوية، هو المفروض ما بيبقاش كده، بيبقى اقل شوية من كده. تمام. فعشان تخلوا بالكم من النقطة دي. هغطيه بقى، واول ما الاقيه بدأ يشكشك كده، بصوا اهو، ههدي عليه النار وهسيبه يستوي على نار هاديه. هنا بقى انا كنت بعمل بجهز للخلطة بتاعه الكفر بتاع الفراخ.
انا كان عندي هنا الخلطة دي كانت فيجيتار عادي، فيجيتار اللي هو المطحون الناعم من عند العطار. وكمان كنت جايبة معاه فيجيتار كريسبي. وبعدين الخلطة دي او الشوية دول بيجوا من عند العطار كده. كمان كان محوجهم لي، فمش هحط عليهم بهارات. تمام كده. انا بس هديهم ضربة كده في الكبة علشان اكسر الكريسبي دوت وما يبقاش ناشف قوي، ما تبقاش قطع كبيرة يعني، فانا عايزاه مجروش. هنا بقى هجيب كوبايتين كبار من الدقيق او 3 على حسب كمية الفراخ. هحط عليهم كده زي ما انتم شايفين 3 معالق كبار من النشا. كمان ممكن نحط رشة من الكربوناتو، وانا ما كانش عندي فحطيت رشة من انا مش عارفة يا جماعة، انا عمالة بنسى ليه. رشة بسيطة من البيكنج باودر، ودي بتخلي الخلطة بتاعتي او الكفر بتاعي هشاشان كده، في هشاشة كده وطري كده وحلو. هقلب بقى ده كله. حطيت كمان رشة من رشة ملح بسيطة ورشة كمون وحاجة بسيطة قوي فلفل اسود. وهبدأ اخد الخلطة دي اقلبها كلها على الدقيق. طبعا لو ما عندناش البقسماط او الفيجيتار الكريسبي ممكن نعمل بدقيق ونشا بس، زي يعني دقيق ونشا بس. تمام كده. انا هنا كنت حطيت جزء بس منهم، بس هلاقي ان الكمية قليلة فهرجع احطها كلها تاني. بصوا بقى في الخطوة دي ركزوا معايا قوي فيها. انا هنا جبت الصينية زي ما انتوا شفتوا وحطيت فيها الدقيق. القطعة دي لقيتها كبيرة فهقطعها نصين. جبت كمان حلة جنبي كده او بولة فيها مية، مية ساقعة جدا، يعني مية انا حطيتها في الفريزر لوقت طويل شوية. سقعت قوي، مش متلجة. ولو متلجة يبقى افضل، يعني لو عندنا قطع تلج ننزلهم في مية كده يبقى افضل. بصوا بقى الفراخ انا بدأت انزل اجيبها من التتبيلة كده عادي، احطها في الدقيق. حاضر حاضر. احطها في الدقيق واقلبها كده بصوابعي تقليبة بسيطة. تمام كده. المفروض ان انا هشيلها بقى من الدقيق، هنزل بيها في المية. فانا قررت ان انا اعمل الكمية كلها مرة واحدة، وبعد كده احطها في الدقيق مرة واحدة، وبعد كده نشوف هنعمل الطبقة الاخيرة بايه. تمام كده. بقلبها تقليبه خفيفه كده، ما بضغطش عليها خالص. انا يا دوب بقلبها بايديا كده اشربها بس من الدقيق. خلصت كل الكميه معاكم زي ما قلت لكم. هنزل بيها في الميه، وبعدين هرجع بيها في نفس الخلطه الاولانيه. يعني انا مش هعمل خلطتين، هي نفس الخلطه. بصوا ده تاني مرة اسجل فيها الفيديو ده وامسحه وحياة ربنا. المرة الاولانية بعد ما سجلته يعني ما لقيتش اصلا الجزء بتاع تتبيل الفراخ، وجه في بالي ان انا ما صورتوش وخلصت الفيديو كله تسجيل. وبعدين طلعت ببص في الاستوديو بتاع الصور، لقيت لا، ان في الفيديوهات ديت انا كنت متأكدة ان انا مصوراه. رجعت مسحت الفيديو كله ورجعت قعدت اجمع واعيد واسجل من اول وجديد. فبالله عليكم بقى لايك كده للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس، ساعدوني يا جماعة بالله عليكم. والله يا جماعة انا بكلمكم دلوقتي وانا مصابة، ايديا فيها حرق من حاجة كده كنت بعملها في الفرن. هنزل لكم بيها فيديو بكرة او بعده. حرق جامد قوي والله، فادعولي بالله عليكم. بصوا بقى الفراخ بعد ما بشيلها من المية، شفتوا انا خبطتهم ازاي في بعض. نزلت بيها في المية في الدقيق الاول، ومن الدقيق لمية، ومن المية رجعت بيها في خلطة الدقيق والبقسماط او الفيجيتار تاني. تمام. ببدأ اقلبها كده اخر مرة تقليبة بايديا بصوابعي كده، وبعد كده بضغط عليها ضغطة جامدة عشان الكفر دوت او الدقيق بالفيجيتار ده يمسك فيها جامد. تمام. وبعدين باجي بعد ما اخلص زي ما شفتوا في الجزء اللي فات، ان انا بخبط كل قطعتين في بعض. بصوا بنفضها كده علشان تديني التعريجة او القرمشة اللي بتبقى في الكنتاكي. طبعا انا كنت حاطه زيت في حلة علشان تبقى غويطة شوية، وزيت غزير.
وهنزل بالفراخ. بصوا بقى الرز بتاعي بقى عامل ازاي. زي ما قلت لكم يعني مش عارفه انتوا واخدين بالكم ان هو مستوي زياده سنه ولا لا. والله العظيم هي كانت سيكه بسيطه كده. وادي الفراخ. طبعا المفروض الفراخ انا عاملاها نيه حرفيا، والله العظيم والله العظيم والله مش بكدب عليكم بجد. الفراخ كانت مستويه جدا 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 وما اخدتش معايا وقت في السوا خالص. وده ليه بقى؟ ده لان انا تبلتها كويس وفتحتها علشان التتبيله تدخل جوه اللحم وتوصل للعظم. وكمان بيتها في التتبيله فالتتبيله طرتها خلتها طريه، استوت بسرعه. احنا بنحط الفراخ، طبعا الزيت لازم يبقى مغطيها. فبنحط الفراخ اول ما بتبدا تاخد لون ذهبي فاتح قوي بنهدي عليها النار لحد ما تستوي. والله العظيم يا جماعه زي ما بقول لكم الفراخ طلعت مستويه جدا جدا، مقرمشه، ما فيهاش زفاره خالص، ما فيهاش نقطه دم والله بجد، ومستويه سوا كامل. واديكوا شايفين التتبيل معايا من الاول خالص ان الفراخ كانت نيه. بصوا بقى الكفر، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا يا رب. عامل ازاي؟ شايفين؟ طبعا اليوم دوت زي ما قلت لكم كان يوم طويل، كان بدأ معايا كده بتنظيف الشقة والروتين اللي عملناه مع بعض، وختم معايا بوقفة المطبخ والفراخ دي وغسيل مواعين بقى. فبجد جيت على اخر اليوم اللي هو مش قادرة، يعني انا كنت بنام على نفسي وانا قاعدة كده من التعب. بصوا بقى الفراخ، انا قليت اول طاسة كده معاكم او اول طلعة كده معاكم. هبدأ بقى انا اخلص باقي الفراخ بتاعتي وهوريكم الشكل في الاخر عامل ازاي. هطلع القطعة دي كمان وهبدأ بقى احط غيرها. هنا انا كنت بطلع في مصفى علشان لو فيها زيت زيادة تنزله، وكمان علشان ما احطش الفراخ في طبق فوق بعضها وتتطرم. تمام، يعني انا كنت كل ما اطلع شوية كده او طاسة احطها في المصفى تتصفى، على ما الطاسة التانية تستوي اشيل اللي في المصفى احطه كده في السرفيز او في طبق التقديم وارجع احط غيره اطلع غيرها في المصفى. ودي خطوة مهمة قوي، يعني احنا لو بنقلي فراخ ستريبس بانيه اي حاجة حتى السمك بطلعه في مصفى الاول علشان يصفي اللي فيه لحد ما احمر غيره، يعني ما بحطش سخن على بعض. دي بقى كانت تاني طاسة خلاص. وهنا بقى كنا جوعنا وبدأنا كده ايه عصافير بطننا تصوصو، وبجد ما كناش قادرين جدا. احنا كنا بنتغدى بعد المغرب تقريبا كمان، او المغرب أذن علينا واحنا بنتغدى. بصوا بقى عايزه اقول لكم فعلا والله العظيم الفراخ فضلت مقرمشه معايا لحد اخر حته فراخ. يعني اللي بقى من الغدا العيال سخنوه على الغدا على العشاء بالليل، فضلت مقرمشه جدا وكانوا بيتخانقوا على اللي باقي كمان. بألف هنا يا رب. فجربوا بقى اللي ما جربش قبل كده يعمل الفراخ في البيت، الفراخ المقرمشه جربوا بقى اعملوا. سعرها بره بقى عالي قوي يا جماعه، اوفر يعني والله العظيم. الطريقة سهلة والمقادير أكيد يعني المكونات بتاعتها أكيد موجودة في كل بيت. هنجيب الفرخة، يعني لو ما عندكيش وراك زي كده ومعاها هتجيبي فراخ، يبقى هتجيبي فرخة صغيرة من كيلو لربع الكيلو وتبدأي تقطعيها. بقى لو فرخة كبيرة يعني قطعيها، الورك بيتقطع على 3، القطعة بتاعت الصدر بالجناح دي ممكن نقطعها على 4 أو 5 قطع كمان لو كبيرة. فحاولي تقطعي كل ما كانت قطع الفراخ صغيرة كل ما تستوي معاكي أكتر. بصوا بقى الاكل بتاعي الغدا بتاعي النهارده ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا يا رب. بصوا الفراخ دايبه والله يا جماعه. بصوا مش طابعه على العظم، ما فيهاش سواد من جوه، ما فيهاش دم، طريه ومستويه. ده بقى كان غدانا النهارده وبألف هنا يا رب، واشوفكم في فيديو جديد. لايك بقى للفيديو واشتراك في القناه ونفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش ان انا مصابة، وعشان الاصابة اللي انا فيها بقى يا جماعة اشتركوا بالله عليكم في القناة وفعلوا الجرس بقى واعملوا لي لايك وكومنت حلو.